رولكس وحده من اكثر العلامات الفاخره في العالم، وكتسوى دابا حوالي 8 المليار دولار. التاريخ ديالها كيرجع لاكثر من قرن، وبدا مع واحد المراهق يتيم اللي سرقوا ليه الارث ديالو بلا ما يكون عنده حتى شي حاجه. هذا الشخص غادي يهرب من المدينه ديالو ومشى لبلاد اخرى. من بعد بضع سنين ديال الخدمه والجهد قرر يتبع الشغف ديالو وفتح مشروع ديال صناعه الساعات. لكن اللي ما كانش كيعرف هو ان هذا المشروع غادي يخليه يولي من رواد ديال صناعه الساعات الحديثه، ويبدل هذه الصناعه كامله ويخلق واحد الامبراطوريه كتسوى ملايير الدولارات. هانس ويلسدورف تزاد في مدينة كولومباخ في ألمانيا نهار 22 مارس 1881. كان هو الولد الثاني من بين 3 ديال الأولاد. العائلة ديالو كانت كتخدم في واحد التجارة اللي ورثوها من الجد ديالهم، وكانت كتبيع الأدوات الحديدية، وفي هذا الوقت كانوا كيتعتبروا من الطبقة المتوسطة. لكن للأسف الأم ديالو مرضات وتوفات سنة 1892. واللي غادي يزيد الوضع سوء هو أن العام اللي من بعد غادي يموت ليه الأب ديالو وخلى هانس يتيم هو عنده فقط غير 12 عام. من بعد العمام ديال الأم ديالو غادي يتكلفوا به هو وخوته، وقرر واحد منهم انه يبيع المشروع ديال العائله واستعمل شويه ديال الفلوس باش يقريهم وداهم لواحد المدرسه داخليه معروفه في المنطقه ديال بافاريا في المانيا. هانس ما كانش عاجبه هذا القرار من الاول، ولا مكتئب وهو عايش في هذه المدينه الجديده، حيت كانوا الولاد ديال المدرسه كيعتبروه غريب وكانوا كيتنمروا عليه. فباش يواجه الطفوله الصعيبه قرر باش يركز على القرايه ديالو، ومع مرور الوقت غادي يفهم انه حتى لو ما كانش عاجبه القرار ديال العمام ديالو باش يصيفطوه لواحد المدينه جديده، لكن هذا القرار كان واحد السبب كبير في النجاح ديالو، حيت من بعد ما خرج لمدينه جديده تعلم كيفاش يولي شخص مستقل. هانس كانت كتعجبو القرايه، ولا واحد الشخص ذكي في المدرسه. المواد اللي تفوق فيها كانت هي الرياضيات واللغات، بحيث غادي يتعلم اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. كان عنده واحد الفضول كبير للسفر، وعرف بان اللغات غادي تعاونو بزاف في المستقبل وغادي تلعب واحد الدور كبير في المسار ديالو. في الفتره ديال المدرسه غادي يتعرف على واحد الدري من سويسرا. هذا الشخص كان كيحكي ليه بزاف على المدينه ديالو اللي كانت سميتها لا شون دو فون، اللي هي واحد المدينه في سويسرا معروفه بالتاريخ الطويل ديالها في الصناعه ديال الساعات. وهنا هانس بدا كيولي مهتم بهذه المدينه. في واحد النهار هانس من الحياه ديالو في المدرسه الداخليه في المانيا، وقرر يمشي للمدينه ديال جنيف في سويسرا وهو عنده فقط 19 عام. في هذا الوقت غادي يلقى واحد الخدمه كمتدرب في واحد الشركه كتصدر المجوهرات. هذه الشركه كانت كتشري مجوهرات من اسواق مختلفه وكتصنفهم وكتقاد لهم الباكاجين، ومن بعد كتبيعهم للتجار ديال التجزئه. هانس غادي يلاحظ بان الشركه ما كتصنع حتى شي حاجه، ولكن كتربح بزاف. هنا بدا كيستافد من المعاملات التجاريه ديالهم وتعلم الطرق ديال التجاره، وكان كيدخل فلوس مزيانه في السن ديالو. في واحد النهار غادي توصل واحد الرساله من عند الصديق ديالو اللي عرض عليه يخدم في واحد الشركه كانت سميتها كونوكورتان. هاد الشركه كانت وحده من اكبر الشركات اللي كتصنع الساعات في سويسرا في هذا الوقت، وكانت كتبيع ساعات بالقيمه ديال 1,000,000 فرنك سويسري كل عام، وكانوا كذلك كينتجوا حتى الساعات ديالهم من الصفر. هاد الشركه كانت في المدينه ديال لا شون دو فون اللي قلنا كان دايرها في بالو فاش كان كيعاود ليه عليها هذاك الدري اللي كان معاه في المدرسه. فبالرغم من ان الشركه اللي كان خدام معاهم في هذا الوقت كانت مفيده ليه بزاف، الا ان الفضول ديالو باش يمشي يشوف هذه المدينه الجديده اللي معروفه بالساعات كان قوي بزاف. وبالتالي في 1900 غادي يقرر يمشي لهذه المدينه ويخدم في الشركه ديال الساعات. في البدايه هذه الشركه غادي توظفو كموظف ديال المراسلات انجليزيه، هذا الشيء بفضل القدرات ديالو على القراءه والكتابه بالانجليزيه، حيت كيف ما قلنا بان فاش كان في المدرسه كان عزيز عليه اللغات، وكان كياخذ راتب شهري ديال تقريبا 80 فرنك سويسري. في الوقت ديالو في هذه الشركه بدا كيكتسب واحد المعرفه كبيره في المجال ديال صناعه الساعات، حيت الشركه اللي كان خدام فيها كانت كتصنع الساعات من الصفر، وهنا غادي ياخذ واحد المعرفه كامله على هذا المجال. لكن الوقت ديالو في هذه الشركه ما غاديش يطول بزاف، حيت كان خاصو يرجع لالمانيا للتجنيد. هذا الشيء من بعد عامين خدمهم في هذه الشركه. من بعد ما كمل التجنيد ديالو في الجيش غادي يمشي لندن وهو عنده فقط 22 عام، ولقى خدمه في واحد الشركه كتصنع الساعات الراقيه. فهاد الشركه كانت عنده مسؤوليه اكبر، بحيث هو اللي ولا مسؤول على زياده المبيعات ديالهم. هاد الشركه غادي يدوز معاهم عامين. في هاد العامين قدر يلقى بزاف ديال الزبائن جداد ويحقق مبيعات كبيره. مع الوقت غادي تجي الفكره ديال انه يدير مشروع خاص به بالصناعه ديال الساعات، وهنا بدا كيتعلم اي حاجه عندها علاقه مع هاد الصناعه باش يطور من المعرفه ديالو في هذا المجال. في هذا الوقت اللي كان كيزيد من المعرفه ديالو غادي يتلاقى مع واحد المراه اللي هي غادي تولي الزوجه ديالو في المستقبل. في واحد النهار هانس كان جالس مع الاخ ديال الزوجه ديالو واللي كان سميتو الفريد جيمس ديفيد، وكانوا كيتكلموا على الحياه وعلى الخطط المستقبليه ديالهم. هانس غادي يقول للاخ ديال الزوجه ديالو بانه كيفكر يفتح المشروع ديالو وانه واجد حاليا، لكن كان خاصو غير شويه ديال راس المال. الفريد كانت عنده الفلوس وكان عارف شحال هانس مهتم بالمجال ديال الساعات، ورغم ان هانس السن ديالو كان باقي صغير، لكن هذا الشخص غادي يقرر يساعده في المشروع ديالو. وهنا غادي يقرروا في 1905 انهم ينشئوا شركه ديالهم اللي سموها ويلسدورف اند ديفيس ليميتد. هذه الشركه اللي غادي تعرف من بعد بالاسم ديال رولكس.
من بعد سنوات قليله غادي يتعاونوا مع واحد الشركه اخرى في سويسرا اللي كتصنع الساعات، وبداو كيجيبوا الساعات من سويسرا لانجلترا، بحيث من بعد بداو كيتخصصوا في التوزيع ديال الساعات ديال هذه الشركه السويسريه في انجلترا وباسعار اللي كانت معقوله. فعلى الرغم بان هانس كان كيعجبو المجال ديال صناعه الساعات بزاف، لكن كانت واحد الحاجه اللي ما كتعجبوش في الصناعه، واللي هي الساعات ديال الجيب. حيت شحال هذه الساعات اللي كانت منتشره بزاف كانت هي واحد الساعات بحال الشكل ديال البوصله اللي كدار في الجيب، والساعات اليدويه يعني اللي كدار في الايد كانت في هذا الوقت كيلبسوها غير النساء، وفي المجمل ما كانتش كتحظى بالاحترام ديال الناس، حيت كانوا كيشوفوها بانها ماشي دقيقه في القياس ديال الوقت. حاجه اخرى هي ان بالنسبه للرجال هاد الساعات ديال الجيب كانت كتعتبر ذكوريه اكثر، حيت الحجم ديالها كان كبير، اما الساعه ديال اليد فكانت الحجم ديالها صغير. لكن هانس كان كيشوف بان هاد الساعات اللي كانت منتشره اللي خصك كل مره تجبدها من الجيب ديالك باش تشوف الساعه كانت ما كتعجبوش هاد القضيه، خصوصا فاش كيكون مشغول، حيت في هاد الوقت كانوا كيعتبروا تقريبا من المستحيل ان شي ساعه اللي تكون ديال اليد وتكون دقيقه 100%. لكن هانس كان كيشوف بان هاد الساعات ديال الجيب غادي تختفي في المستقبل، وهاد الساعات اليدويه غادي تعوضها. هانس غادي يقضي السنوات اللي من بعدها كيسافر لبزاف ديال الدول في اوروبا، وكان كيتلاقى مع بزاف ديال المصنعين ديال الساعات باش يعرض عليهم الفكره ديالو. في هذا الوقت وبدا كيصوب في ساعات يدويه ديال الرجال والنساء، حيت كان كيتبع داكشي كامل اللي تعلموا في المسار ديالو. وهنا عام من مورا عام الشركه ديالو بدات كتدخل في ارباح كبيره، بحيث في 1908 ولات الشركه ديالو واحده من اكبر الشركات ديال الساعات في انجلترا كامله. مع الوقت هانس بدات كتجيه الفكره ديال انه يبدل السميه ديال الشركه ديالو لواحد الاسم اللي يكون فاخر ويكون سهل في النطق ويكون مناسب في كاع اللغات. كان ضروري ان هذا الاسم خصو يكون صغير باش تقدر يتكتب فوق من الساعات. الهدف ديالو كان هو يلقى واحد الاسم اللي يكون فيه 5 ديال الحروف، وهنا غادي تجي الفكره ديال الرولكس، بحيث مهما سمع هذا الاسم عرف انه هو الاسم المثالي ديالو. من بعد ايام قليله غادي يسجل الاسم ديال الرولكس كعلامه تجاريه ديال شركه ويلزدورف اند ديفيس ليميتد في 1908. هذه الشركه اللي قلنا اسسها مع الاخ ديال الزوجه ديالو. في السنوات اللي من بعدها رولكس بدات كتعرف بالجوده ديال الساعات ديالها، وبداو الناس الاغنياء كيستعملوها. لكن ما غاديش يدوز الوقت بزاف حتى غادي تبدا الحرب العالميه الاولى، واللي كانت ما بين المانيا والدول ديال الحلفاء. في هذا الوقت الشركات ديال الساعات كانوا كيلقاو واحد الصعوبه كبيره باش يبقاو في السوق، وبزاف منهم غادي يسدوا. لكن رولكس ما تاثرتش بهذا الوضع، بل على العكس هذه الحرب العالميه خلات الشركه تولي معروفه اكثر بفضل الساعات اليدويه ديالها، بحيث بزاف ديال الجنود في هذا الوقت كانوا كيفضلوا يستعملوا هذه الساعات اللي كدار في الايد عوض الساعات ديال الجيب، حيت كتكون اسهل وامن في الاستعمال. زائد النقطه المهمه هي ان الساعات كانت دقيقه بواحد الشكل كبير. في هذا الوقت الشركه ديال هانس كبرات بواحد الشكل كبير، بحيث تقريبا في 1914 هانس غادي يخدم معاه تقريبا 60 شخص، وكانت عندهم مكاتب كبيره في لندن. زائد ان الساعه ديال رولكس بدات كتاخذ بزاف ديال الشهادات من عند الدول بحال سويسرا وانجلترا، الحاجه اللي خلات المصداقيه ديال الساعات ديالهم تزاد بزاف، والناس بداو كيثيقوا فيها اكثر وبداو كيفضلوا على الساعات الاخرين. لكن المشكل اللي غادي يوقع في هذا الوقت هو ان في هذه الفتره ديال الحرب انجلترا غادي تفرض واحد الضريبه على الشركات اللي كتصدر المنتجات ديالها على برا واللي مسجله في بريطانيا بالنسبه ل 33%. وهنا غادي يقرر هانس انه ينقل الشركه ديالو من لندن لسويسرا باش يتجنب هذه الضرائب. سبب اخر اللي كان عنده هو ان في الحرب العالميه الاولى الناس في انجلترا بداو كيكرهوا اي حاجه كتجي من المانيا، وهنا الاسم ديال هانس ويلزدورف كان واضح بانه اسم الماني، حيت الشركه ديالو رغم انها كانت مسجله بالاسم ديال رولكس لكن في المعاملات ديالهم كانوا مازال كيستعملوا الاسم الاول اللي هو ويلزدورف اند ديفيس، حيت الناس في انجلترا بداو كيشوفوا هذا الاسم بواحد الشكل سلبي. هادشي خلى هانس في 1915 انه يغير الاسم ديال الشركه ديالو بشكل كلي وغادي يسميها رولكس واتش كوربوريشن ليميتد. هانس في هذا الوقت كان كيركز بواحد الشكل كبير هو الفريق ديالو على الابتكار في المجال ديال الساعات اليدويه. في 1926 رولكس غادي يطرح نموذج جديد ديالها واللي غادي يغير الصناعه ديال الساعات للابد. هذا النموذج سميتو رولكس اويستر، اول ساعه ديال اليد مقاومه للماء في التاريخ. هانس كان عارف بان هذا الاختراع جديد غادي يكون ثوري والناس غادي يكونوا مهتمين به بزاف، لكن قرر يتسنى اللحظه المثاليه باش يقدم هذا الاختراع للعالم بواحد الشكل ابداعي. في 1927 يعني عام من بعد هانس غادي يسمع على واحد المراه سميتها مرسيدس كاري. هذا الشخص قالت بانها قادره تقطع المعبر ديال الانجليش كانال واللي كيتقدر تقريبا اكثر من 20 ميل. هذه القناه هي اللي كتفصل ما بين انجلترا وفرنسا. فهاد مرسيدس قالت بانها غادي تقطع هذه المسافه كامله سباحه. الناس ما صدقوش هذا الادعاء، وهنا غادي تقرر باش انها تقطع هذه المسافه قدام الالاف ديال الناس. هانس غادي تجي الفكره باش انه يستغل هذه الفرصه وقنع هذا الشخص باش انها تلبس الساعه ديال رولكس في العنق ديالها. فمن بعد المده ديال 10 ساعات سباحه في وسط البحر هذا الشخص قدرت تقطع تقريبا 80% ديال الطريق، لكن ما قدرتش تكمل حيت الماء كان بارد بزاف. المهمه ما كانتش بالنجاح الكامل، لكن الساعه ديال رولكس
غادي تخرج من الماء من بعد 10 ديال الساعات بواحد الحاله ممتازه. هاد اللحظه اللي كانت هي اللي خلات رولكس تولي معروفه عالميا كواحد الساعه ثوريه، حيت في هذا الوقت ساعه اللي مقاومه للماء شي حاجه اللي كانت جديده. باش يزيد من الدعايه ديالو، هانس جاتو الفكره باش انه يولي يحط الساعه ديالو وسط واحد الحوض صغير ديال الاسماك في المعارض اللي كانت كتعرض فيهم رولكس، باش الناس ترسخ لهم في العقل ديالهم بان رولكس هي احسن ساعه ممكن تشري. هاد الاستراتيجيه خدمت بواحد الشكل كبير، والناس بداو كيتعلقوا بالمنتجات ديال رولكس. في هذا الوقت هانس قرر كذلك يزيد يشهر الساعه ديالو، وبدا كيخدم مع اشهر المودلز اللي كانوا في بريطانيا في هذا الوقت. لكن الدعايه ديالو ما غاديش توقف هنا. في 1933 الساعه ديال رولكس اويستر بدات كتبان في الصحف لمره اخرى، بحيث كانوا متعلقين بواحد الرحله ديال الطيران اللي كانت فوق من جبل ايفرست، بحيث ان الطاقم ديال الطائره اللي كانوا خدامين في هذا الوقت من بعد هذه الرحله لقاو بان الساعات ديالهم بقات خدامه 100%. حاجه اخرى هي انه كان واحد الشخص مشهور في بريطانيا في هذا الوقت واللي كان كيدخل في المجال ديال سباق السيارات. هذا الشخص هو مالكوم كامبل اللي غادي يحطم واحد الرقم قياسي، وكان لابس ساعه ديال رولكس في الايد ديالو. وهنا الناس بداو كيشوفوا في رولكس ماشي غير ساعه اللي الشكل ديالها زوين وفخمه، لكن واحد الساعه اللي موثوقه واللي يمكن لاي واحد يستعملها في الحياه اليوميه ديالو. وهنا غادي تفهم ان النجاح ديال اي شركه كيعتمد فقط على التسويق اللي يكون مزيان. في الفتره ما بين 1934 و 1940 هانس كان كيصوب ساعات اخرى اللي كانت خارجه على رولكس وكان كيدير فيها الاسم ديالو، لكن كيف ما معروف بان في الاسواق ديال بريطانيا وفرنسا وامريكا في الوقت كانت عندهم واحد الكراهيه لالمانيا. وهنا الاسم ديال هانس غادي يخلق ليه مشكل كبير. منين بدات الحرب العالميه الثانيه رولكس ضرات بواحد الشكل كبير، ولا صعيب عليها انها تصدر المنتجات ديالها لدول اخرى، يعني تصدرهم خارج سويسرا. واللي غادي يزيد يأزم الوضعيه في هذا الوقت هي ان الزوجه ديال هانس في 1944 غادي توفى، وهنا باش يخلد الذكرى ديال مراته غادي يأسس مؤسسه ويلسدورف، واللي هي واحد المنظمه خيريه. من الاشياء المهمه اللي دار هانس قبل ما يموت هي انه حول 100% من الملكيه ديال رولكس لهذه المؤسسه الخيريه، واللي هي اللي كتحكم وكتمتلك رولكس لحد الان، وهي السبب اللي ما خلاش رولكس تخرج للبورصه او للتباع، ومع عمرها غادي تخلص ضرائب حيت هي في الاصل غير مؤسسه خيريه. من بعد الحرب العالميه الثانيه رولكس غادي تطلع بواحد الشكل كبير، وغير باش نحطكم في الصوره، ففي 1946 يعني عام من بعد الانتهاء ديال الحرب العالميه الاولى رولكس غادي تبيع تقريبا 50,000 ساعه، وفي العام ديال 1947 يعني عام من بعد غادي يبيعوا اكثر من 100,000 ساعه، يعني ضعفوا المبيعات ديالهم في سنه واحده. رولكس في هذا الوقت كانت مركزه بزاف على الابتكار، حيت مثلا في الفتره ديال الخمسينات غادي يخرج واحد الموديل سميتو رولكس سبمارين، واللي تم التقديم ديالها في 1953، وكانت اول ساعه مقاومه للماء واللي كتقدر توصل حتى ل 100 متر تحت الماء بلا ما يخسر الاداء ديالها. هانس ويلسدورف غادي توفى في 1960، ومن بعد الموت ديالو رولكس بدات كتركز اكثر على الترويج لنفسها على اساس انها واحد العلامه فاخره، بحيث في التسويق ديالها بدات كتروج على اساس انها ساعات حصريه لواحد الطبقه من المجتمع، وهذه الاستراتيجيه اللي خدمت بواحد الشكل كبير. عامل اخر اللي ناخذوه في عين الاعتبار هو ان في 1985 رولكس بدات كتصوب الساعات ديالها من واحد الفولاذ كيتسمى 904 ال، هو واحد الفولاذ اللي قوي وغالي بزاف، ولات اول ساعه في العالم كتستعمل هذا الفولاذ، وهذا الشيء اللي خلى الساعات ديال رولكس اليوم السعر ديالها يكون غالي بزاف. رولكس بقى اليوم كاكثر علامه تجاريه معروفه في العالم. فمن واحد الطفل يتيم بدا من والو، هانس ويلسدورف مشى في الطريق ديالو الخاص وقدر يدير ثوره في الصناعه ديال الساعات. الشغف ديالو بالتصميم والابتكار خلاه يدخل في القائمه ديال اكثر الرجال تاثيرا في هذه الصناعه، والارث ديالو باين اليوم في كل واحد كيلبس ساعه ديال رولكس. فشكرا لكم بزاف على المشاهده، كنتمنى تشتركوا في القناه، نشوفكم في فيديو جاي.